رحلتنا النهاردة لبلد المليون حافظ لكتاب الله، الجماهيرية الليبية، والموقعها المتميز في الشمال الأفريقي بين مصر من ناحية والمغرب العربي من الناحية التانية خلاها تجمع عادات وتقاليد متنوعة جدا. ورمضان هناك أكيد هيكون مختلف جدا جدا. خليكم معانا وأهلا بيكم في ليبيا. بتزدحم الأسواق العامة قبل قدوم شهر رمضان بأسابيع لشراء المواد الغذائية الأساسية والأدوات المنزلية اللي بتعتبر أهم الطقوس الاجتماعية الأساسية المصاحبة لاستقبال الشهر الكريم في ليبيا. وبيزيد الأمر عند الأسر الغنية، فقبل رمضان بيتم تغيير كل فرش البيت بفرش جديد استعدادا لقدوم الشهر الفضيل. أول ما بتعلن دار الإفتاء عن ثبوت هلال رمضان بيتم تبادل التهاني عن طريق الزيارات بين الأهل والجيران. وبيعتبر مدفع رمضان من أهم ملامح الشهر الفضيل في مختلف المدن الليبية، وبالذات طرابلس اللي صوته فيها بيوصل لكل مكان في المدينة. ومع أذان العشاء بتتضاعف أعداد المصلين في المساجد لأداء صلاة العشاء وبعدها التراويح. وبعد صلاة التراويح بتتنوع الأنشطة سواء دينية أو ثقافية أو ترفيهية، فبتلاقي جلسات الإنشاد الصوفي والموشحات الأندلسية والحفلات الفنية التراثية بجانب السهرات الاجتماعية بين الأسر. وبيحرص الليبيين على عادة اسمها الزوقة، وهي تبديل الأطباق بين الجيران لزيادة الود بين الأسر. وبيزيد نشاط الجمعيات الخيرية في شهر رمضان بإعداد شنط رمضان وتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة. وفي إطار الاحتفالات بقى بشهر رمضان بيتم تنظيم مسابقات تجويد وترتيل القرآن الكريم على كل المستويات في ليبيا، سواء الهيئات الحكومية أو الجمعيات والمنظمات الأهلية. أما المائدة الليبية فبتشهد تنوع كبير جدا، فالأكلات في مدينة بركة مثلا أقرب ما تكون للمأكولات في المشرق العربي، وعلى العكس في مدينة طرابلس اللي المائدة فيها شديدة القرب لبلاد المغرب العربي. وأشهر المأكولات الليبية على الإطلاق خلال شهر رمضان الشوربة الطرابلسية والبوريك والكفتة والمبكبكة والدشيشة. ودي كانت أهم العادات الرمضانية في ليبيا. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو أول مرة تشرفونا في القناة، واستنونا في حلقة جديدة، وشكرا.